طبعا هذا هو السمك، احنا مجمدينه بالمجمدة. السمك طبعا السمك الحر مثل ما تلاحظون مجمدينه بالمجمدة. شياس على شكل شياس، طبعا مجمدينه مملحينه يعني ملح قليل، احنا ما ناكل ملح هواي. واضافة انه طبعا نخليه شوية يعني كركم خفيف، وجاهز للقلي ان شاء الله. من راح نقليه لان هو جاهز منظف ومملح وبكركم وجاهز للقلي. راح تشوفون ان شاء الله شلون راح نسوي عملية القلي مالته هذا السمك الحر اللذيذ. طبعا خلينا كركم، طحين، ملح. يعني هذه طبعا راح نحاول قدر الامكان نقرمش بيها السمك الحر. هنا حمينا الدهن اللي هو اما يعني يفضل يعني زيت عادي، يعني ماكو مشكلة يعني بس الكمية لازم تكون تقريبا اكثر من الربع بالجدر على مود حتى يستوي براحته السمك. وطبعا حسب حجم السمك الآنية خليناها، ممكن اذا كبار يعني يتقطع او نجيب آنية اكبر من هذا. خلينا نشوف شلون نتبل السمك. هنا طبعا سوينا يعني مو نقول تتبيلة وانما خلطة حتى على مود نسوي بيها السمك بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. بعدين مباشرة نخليها بالدهن ونشوف. طبعا خلينا الوجبة الأولى من السمك. طبعا فوائد السمك احنا ما راح نذكرها هسه، بس راح نذكر يعني شلون طعم مالت السمك الحر هو يختلف عن السمك الأحواض، بعدين هو سمك حر صغار يعني مو كبار. ونذكر الفوائد والشغلات الباقية ان شاء الله بالفيديو ثاني نسوي ان شاء الله. بس انا نعرف يعني السمك فيه فوسفور وفيتامينات وبيمثل الكالسيوم العالية، يعني بيه املاح جيدة مفيدة ودهون وغيرها. طبعا هاي نحكي بيها ان شاء الله وقت ثاني. طبعا اضافة احنا نضيف مادة الكركم عليه مع المكونات البيه، يعني من فوائد بيه راح يزيد الفائدة اكثر لان الكركم ايضا بيه فائدة. طبعا احنا مثل شغله اريد احكي بيها انه احنا طبعا ما خليناه بالطريقه هاي، خليناه بالطحين يعني خلينا يعني قرمشناه بالطحين والكركم والملح حتى على مود يعني مو بس يعني كطعم، حتى لا يلزق يعني لا يلزق بالدهن او يعني لازم تكون هنا طاوة حارة يعني بشكل عالي. واضافة انه النكهة يعني يلزق ويتفتت طاوة تكون حارة. وإضافة إلى هذه الطريقة هي طريقة الطحين. طبعا أنا اليوم عجبني بديت عجبنا نسوي السمك من طماطم، سمك وطماطم معزولة، فيصير طبعا طعم مو طبيعي طيب كلش. يعني احنا ذاك اليوم ضقناه بس ما صورت لكم الفيديو، بس إن شاء الله يعني مثل ما تلاحظون بدأ هو يستوي صار شكله طبعا طيب، يعني شكله رهيب، طعمه رهيب رهيب رهيب. ان شاء الله اراويكم اياه من نخلص هذا السمك كله نخلصه ان شاء الله، اراويكم شلون راح يطلع طعمه. وراح قبل لا اغلق الفيديو انه بس احكي لكم عن السمك الحر والسمك الاحواض. يعني هذا اللي نشوفه احنا بالسوق يعني سمك الاحواض بشكل عالي. طبعا سمك الاحواض هو يغذوه على اعلاف يعني صناعية فيصير طعمه مو طيب، وبينما السمك الحر لا، السمك الحر يختلف لانه يتغذى طبعا هذا السمك حتى يعني حجمه وسط، هذا صغار وشوي وسط يعني على الاعشاب على الاسماك الصغيرة على الروبيان على المكونات الباقية طبعا. واضافة انه هو يعيش حر يعني ليش يسموه حر، يعيش براحته يعني. فمن يعيش براحته يطلع طعم اللحم لحمته تصير تختلف طعمها طيب، يختلف عن الاحواض اللي هو متقيد في مكان معين ومكان محدود. اضافة انه ما ياكل غير بس الاعلاف حتى يكبر حجمه ويزيد بس لحمه، لكن الطعم مالته بصراحة يعني الاحواض تكون ضايقينه، كاريبي والبدني وغيرها من الاسماك اللي يحصروها بمكان واحد والشبوط وغيرها طبعا تشوفون طعمه مو طيب يعني. بينما لو يتركونه حر مثل هذا طبعا يصير طعمه مو طبيعي. حتى الدجاج حتى يعني الدجاج بنشوف الدجاج العرب الحر يختلف طبعا،
ودجاج العرب الحرة يختلف عن الدجاج اللي يسووه يعني يعني بالمعالف، يعني اللي يربوه بالمعالف. وكذلك يعني حتى الأغنام والبقر واللي يعني يتركوها حرة تختلف عن اللي يخلوها يعني مجرد يعلفوها أعلاف صناعية. فشي طعم اللحم الحر دائما أطيب بكثير من يعني اللي يخزنوها بالأعلاف، يخزنوها بالأحواض ويطعموها آلاف صناعية. طبعا هذا لازم يعقل الشخص اللي يعني يشتري الأشياء ويأكلها ويتناولها. بس إن شاء الله بعدين أراويكم من تكمل السفرة وسفرتكم دائما. وإن شاء الله تعالى يعني أتمنى يعني تكونون وياي وتشوفون هذا الطعم تتذوقوه بنفسكم، رهيب طبعا. طبعا طلعنا هاي أول وجبة من السمك مثل ما تلاحظون مع البصل، وطبعا هذه الطماطة هي السمك الحر صراحة رهيبة. وهذا طبعا هنا يظل الباقي. إن شاء الله سهمكم العافية. طبعا هذه السفرة العامرة، الحمد لله والشكر يا رب لك الحمد. خبز الأسمر، هاي سياحة بقت عندي هنا. هذا طبعا السمك الطبق الرئيسي بالليمون بالبصل، وسوينا شوي باذنجان وطماطة، يعني طبعا طماطة مقلية. طبعا هذا السمك مثل ما تلاحظون شوف شلونه ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اكلوه وسووه على طريقتي. اهم شي من تسووه طاوة تكون حامية او الجدر حامي، ودهن يعني زيت الدهن شوية او الزيت. وطبعا خلي درجة يعني ما تخلي الدهن يتبخر لانه مو صحي. يعني مجرد انك تعرف انه الدهن حمى ابدي قلب بشكل مريح. وقبل لا تقلي حاول تبله يعني البقسمان او الطحين، وراح تشوف شلون يصير طعمه مو طبيعي. سفرة دايمة وسهمكم العافية.